بيبدأ المسلسل مع البطلة أونسو وهي بتتكرم كأول كورية تاخد الجايزة دي على كتابها، وهي بتتكلم وبتقول قد إيه إنها مبسوطة بحياتها، وإنها وأخيرا بعد 4 محاولات إجهاض قدرت إنها تحمل بابنها اللي مالي عليها حياتها. وكمان بيبان قد إيه إنه حياتها وردية، يعني ناجحة بشغلها ومبسوطة مع عيلتها، وكأنه خلاص مفيش أي حاجة بالدنيا هتقدر إنها تغير حياتها الجميلة دي. وتاني يوم بتكون بتودع أختها علشان هتسافر، ولكن بتكون دي أختها بالتبني. وهنا بيظهر جوز البطلة كانج اللي بيكون قاعد وبيفتكر اللي حصل معاه سنة 2012، وإنه بيكون صحفي، ولكن المدير بتاعه عايزه يقدم أخبار عن المسابقات الدولية، ولكن هو بيتضايق لأنه بيكون عارف إنهم عايزينه يبطل يبحث في موضوع كيم جون عمدة المدينة، وده لأنه بيكون راجل واصل جدا. وبيكون كانج مصمم إنه يفضحه، ولكن المدير بيمنعه. ووقتها كانج بيستقيل من شغله لأنه بيعتبر اللي حصل ده قمع للصحافة بتاعته. وبعدها كانج بيحس إنه ابنه هيسخن، فبيتصل على أونسو يسألها على مكان الدواء، وبتقوله المكان، ولكنها بتفضل قلقانة على ابنها، وبتقرر خلاص إنها ما تسافرش وترجع البيت. ولما بتوصل بتلاقي ابنها، وبتكون علاقتهم حلوة جدا، وبيقول لها إنها تدخل جوه علشان هيغني لها أغنية عيد ميلادها. ولما بتدخل بتلاقي إن جوزها بياخد دواء مضاد للاكتئاب من وقت ما ساب شغله، وبتفضل تعتذر ليه إنها ما حستش فيه كل الوقت ده، لحد ما بيسمعوا صوت نبح الكلب، وبيطلعوا مش بيلاقوا ابنهم، وبيلاقوا الباب مفتوح، وبيفضلوا يدوروا عليه طول اليوم لحد ما بتلاقيه أونسو عامل حادثة ووضعه خطير جدا. وبتاخده المستشفى بسرعة، والدكتور بيقول إنه فعلا الوضع خطير، وإنهم لازم يكونوا مستعدين لأسوأ الأحوال. وقتها كلهم بينهاروا، خاصة أونسو اللي بتكون منهارة جدا ومش قادرة تستحمل كل اللي بيحصل معاها. ولما بتدخل أونسو علشان تودع ابنها بتفضل تفتكر كل الذكريات اللي عاشوها مع بعض، وبتكون حزينة إنه إزاي لسه طفل وعاش كل الحاجات دي. وتاني يوم بتبدأ محاكمة الشخص اللي دهس كون، وبتكون القضية قضية رأي عام، وناس كتير بتكون عايزة أشد العقوبات للمجرم ده، وإنهم لازم يشددوا العقوبات على الأشخاص اللي بيأذوا الأطفال. وبيسأل القاضي عن حالة المريض لما نقلوه المستشفى، فقالت الدكتورة إنه كان بيعاني من نزيف داخلي، وإنه لو جابوه المستشفى أبدر شوية كان في احتمالية كبيرة إنه يعيش. ولكن محامي المتهم بيقول إنه هو عامل كل ده لأنه كان خايف جدا، ولكن خلاص يعني هو ندم بعد كده وسلم نفسه. بصراحة أنا مش فاهمة البجاحة يعني. وبيطلب المحامي كمان إنه يستجوب الأم، وبيسألها لو هي كانت متأكدة إنها سكرت الباب لما دخلت، لأنها كانت آخر واحدة دخلت البيت، وهي من الصدمة ما بتكونش فاكرة. والمحامي البجح بيحاول إنه يتهمها ويقول لها إنها السبب بموت ابنها لأنها مهملة. وبعد جمع الأدلة وكلام الشهود بيكون المتهم غير مذنب، وبينحكم عليه بالسجن 2.5 سنين، ولكن الحكم هيتنفذ بعد 4 سنوات. وده بيصدم أهل الطفل وبيصدم الناس جدا، وبيكون الأب منهار من اللي سمعه. وبعد كده المتهم بعد ما خرج بيكون بيكلم كيم جون، وهو نفسه اللي كان كانج عايز إنه يفضحه واستقال من شغله بسببه. وكان المتهم بيشكر كيم جون علشان أنقذه من القضية دي. وفجأة بتظهر أونسو قدام اللي قتل ابنها، وبتكون منهارة ومش على طبيعتها، وبتطلب منه إنه يعتذر لابنها المسكين، ولكنه بيكون راجل وقح جدا، وبيفضل يزعق لها وبيفتكرها مجنونة، وما بيكونش متأثر بربع جنيه إنه قتل طفل، ولا حتى يمثل عليها إنه حزين. فقامت أونسو خبطاه بالعربية، ووقتها بيموت المتهم ده. وبعد كده بنشوف أونسو وهي بالمحكمة بسبب إنها قتلت جونج، والمحامية بتاعتها بتطلب إنه يتم تخفيف الحكم عنها بسبب الصدمة اللي بتمر بيها بسبب موت ابنها، ولأنها كمان اعترفت بالجريمة. ولكن المحكمة بترفض لأنه كان قتل متعمد بدافع الانتقام. ولما بيقولوا لأونسو تتكلم وتدافع عن نفسها بتقول إنها بتعترف بجريمتها، ولكن برضو لو رجع فيها الزمن هتعمل كده تاني، وإنها مش عايزة الحكم يتخفف عنها. وفعلا بيتحكم عليها 7 سنين سجن. وكان بيكون مصدوم ومش قادر يصدق أي حاجة بيمر بيها، وبيقول لأونسو إنه مش هيسيبها أبدا، ولكن هي أساسا ما بتكونش مهتمة ولا فارق لها حاجة أصلا. وهي بالسجن بتكون هادية جدا بتصرفاتها وما بتعملش أي حاجة، وكمان بترفض أي زيارات من أهلها أو من كانج، وبترفض كمان تاخد جوابات منه. وكانج بالوقت ده بيكون بيدور على كل الأدلة اللي ممكن يدافع بيها عن أونسو، أو حتى إنه يخفف الحكم عنها. وهو بالشغل بيرفض يقول أي حاجة عن قضية أونسو، وبيقول بس إنها مظلومة وكانت بتدافع عن حق ابنها. وبسبب الكلام ده بيترفض من شغله للمرة التانية. وبيبدأ كانج يدور ورا مونج، وبيشوف إنه يوم الحادثة كان موجود في ملهى ليلي، ومع كده بيكون مكتوب إن نسبة الكحول في دمه معدومة. وبيبدأ يشك أكتر، فبيطلب كاميرات المراقبة للملهى الليلي باليوم ده. ولما كانج بيشوف التسجيل بيشوف إن جيونج قاعد مع عضو مجلس الشعب كيم جون، فبيعرف إنه هو اللي ساعده علشان يطلع براءة من القضية دي. وبنروح لأونسو اللي بتكون بتشتغل بالسجن بالخياطة، ولكن وهي بتخيط بتسرح بذكرياتها مع ابنها،
منها وإيدها بتتجرح وبينقلوها المستشفى. وهي بالعمليات بتفتكر يوم الحادثة لما دخلت الباب ولكن سكرته وراها، وبتزورها أمها وبتكون حزينة جدا على حالة بنتها وبتقول لها إنه خلاص أرجوكي فوق لنفسك. ولكن أنسو بتقول لها إنها متأكدة إنها سكرت الباب من وراها وإنها مش السبب بموت ابنها وما كانتش مهملة أبدا، وإنه إزاي طفل صغير هيقدر إنه يفتح الباب لوحده. وبعد كده كانج بيقابل كيم جونج علشان طلبه، وبيقول له كيم جونج إنه عارف عن موضوع كاميرات المراقبة، وبيرد كانج إنه هو عارف كمان إنهم شربوا باليوم ده. ولكن كيم بيقول إنهم فعلا ما شربوش اليوم ده وبس كانوا يتكلموا. ولكن كانج بيقول له يعني طالما انتوا ما شربتوش ليه استخدمتوا سلطتك علشان تدافع عنه وتزور كل الأدلة علشان ياخد براءة بالقضية دي. وبيقول كانج كمان إنه عارف إنه هو رشا القاضي والمحامي علشان يطلعوه براءة. ولكن كيم بيقول له إنه انت معكش دليل على كل الكلام اللي انت بتقوله. ولكن كانج بيقول له إنه الجاني كان شغال الرئيس التنفيذي للشركة بتاعتك، وده معناه إنه هو اللي كان مسؤول عن غسيل الأموال للشركة دي، بس كان بيديرها بشركته ومشاريعه، وإنه خلاص هيفضحه وأساسا ما عندوش حاجة يخسرها بعد ما خسر ابنه ومراته. ولكن كيم بيصدمه إنه محضر له مفاجأة وبيحضروا فيديو لبيته يوم الحادثة وما بيعرضوش الفيديو ده. ولكن كانج بيتصدم لما بيشوفه وبيقول له كيم لو إنه أنسو شافت الفيديو ده يا ترى إيه اللي ممكن يحصل لها. وبعد كده مامة كانج بتروح للمطعم بتاع مامة أنسو وبتبلغها إنه كانج ابنها هيسافر أمريكا علشان يشتغل وإنه خلاص ملوش علاقة ببنتها أنسو. وقتها بتتضايق أم أنسو علشان بنتها وكل المصايب اللي ما بتخلصش فوق دماغها. وفي السجن بتكون أنسو بتشتغل وفي سجينة كبيرة بالسن بتصعب عليها أنسو جدا فبتساعدها بالشغل. ولما بيكونوا ماشيين بالسجن بيشوفوا شاب متطوع بيدرب أطفال بالسجن، وبتيجي زيارة لأنسو بتكون مامتها وأختها علشان يقولوا لها على موضوع كانج وإنها لازم تتمسك بيه ومش لازم تسيبه أبدا. ولما بيزورها كانج بيقول لها إنه مش هيسيبها أبدا ومش هيروح مكان وهيفضل جنبها ومستنيها، وبيقول لها خلاص إن هو رجع يشتغل. ولكن أنسو بحزن وكسرة بتقول له خلاص إنها مش عايزاه ولا عايزة إنها تشوفه تاني ولازم ينساها ويشوف حياته وإنها عايزة إنهم ينفصلوا. ووقتها كانج بيكون حزين جدا من كلامها وبيسيبها وبيسافر. ومع الأيام اللي بتمر عليها بالسجن بتكون علاقتها مع السجينة زادت وبقوا أصحاب جدا. ولكن بيوم السجينة دي بتصارحها إنها مريضة وبتحزن أنسو عليها جدا، ولكن بتقول لها إنها ما قالت لهاش علشان تحزن ولكن علشان لما تختفي من حياتها ما يكونش الموضوع صدمة بالنسبة لها وتحس بألم الفقد الكبير مرة تانية. وبتقرر خلاص إنها تقول لها قصتها وإنها بيوم من الأيام اكتشفت خيانة جوزها ليها، ومن حرقة دمها قررت إنها تحرق البيت اللي هم فيه. ولكن ما كانتش تعرف إنه الموضوع هيكبر منها ويتحرق كمان البيت اللي جنبه وعيلة كاملة هتتأذى وتتدمر بسببها لأنه الأم والأب ماتوا ولكن طفلهم الصغير ضلوا عايش. وهي حاسة بالذنب وكل يوم بتكتب رسالة للطفل ده ولكن ما عندهاش الجرأة إنها تبعتها، فبتطلب من أنسو إنها توصل الرسائل دي لأنه خلاص هو ما بقاش طفل وبقى شاب كبير. ولكن هي ولا مرة جات لها الجرأة إنها تقابله ولو في يوم من الأيام يقدر إنه يسامحها. وبعد فترة بتموت السجينة وبتحزن عليها أنسو جدا. وبنروح لسيون اللي بيكون بيشتغل ميكانيكي وبيكون هو نفس الطفل اللي أهله توفوا زمان بسبب الحريق. وبعد ما مرت السنين بنشوف اجتماع كيم ومرشحين مجلس الشعب، وبيكون كيم بيدور على أي حاجة يبتز بيها المرشحين التانيين علشان ينسحبوا أو يخسروا قدامه. ولكن بتكون المشكلة بالمرشح هيون لأنه محدش قادر يمسك عليه حاجة، علشان كده اللي بتكون شغالة معاه بتبعت سيون اللي بيكون بيشتغل معاهم لصالح كيم جون علشان يسرق ورق مهم من الخزنة، وفعلا بيسرقها مقابل الفلوس. وبتعدي السنين على أنسو بالسجن وأخيرا بتخلص ال7 سنين وبتخرج من السجن. وأول حاجة بتعملها إنها بتروح تزور قبر ابنها وبيسرقها الوقت عنده وبتخفى شوية وبتفوق لما الدنيا بتبدأ إنها تمطر. ووقتها بيظهر سيون لأنه كمان كان عند قبر أهله وبيديها الشمسية علشان المطر، وهي بترفض بالأول ولكن لما بيقنعها بابنها بتوافق. وبعد كده بتروح أنسو على بيت مامتها وبتفرح جدا أول ما بتشوفها مامتها وبتقول لها إنها خلاص لازم تشوف حياتها وإنها مش قادرة تشوف بنتها الوحيدة حزينة بالشكل ده. وتاني يوم أنسو بتروح تزور أختها اللي بتكون ناجحة جدا في مجال شغلها وبتكون أنسو فخورة بها جدا. ويوري بتقول لها إنه هي كمان لازم تبدأ من جديد لأنها إنسانة ناجحة جدا. وبعدها أنسو بتبدأ إنها تدور على الطفل اللي قالت عنه السجينة. بتروح على مركز الشرطة والشرطي بيقول لها إنه الملفات مفقودة
ولكن هي ما بتفقدش الأمل وبتدور بكل المراكز الموجودة، وحتى بتروح لمكان البيت اللي حصل فيه الحريقة وبتفضل تسأل لحد ما الشرطية بتفيدها وبتجيب لها رقم الدكتورة النفسية اللي كان الطفل بيتعالج عندها. ولما بتروح أنسو علشان تشوفها بتكون الدكتورة بتدرس بالجامعة، وبتقعد أنسو تفتكر نفسها لما كانت بيوم من الأيام مكانها وقد إيه إنها كانت محبوبة. وبتسأل أنسو الدكتورة عن الطفل وبتقول لها إنه وقف علاج من 10 سنين وإنها هتحاول إنها تدور على رقمه أو عنوانه، وأكيد 100% هتفيدها لأن الدكتورة بتكون عارفة قصة أنسو. وبعد كده يوري بتقول لأنسو إنه كانج هيرجع من السفر، وده اللي بيخليها حزينة جدا لأنها افتكرت بالسجن لما ادت ورقة الطلاق لأختها علشان كانج يوقعها. وبعد كده بتستجمع أنسو كل شجاعتها علشان تروح بيتها اللي كل زاوية بيه بيفكرها قد إيه إنها كانت سعيدة مع جوزها وابنها، وإزاي دلوقتي حياتها اتدمرت. وهي خارجة بتسمع صوت صفارة الباب وبتفتكر إنها سمعت نفس الصوت ده يوم الحادثة، وده معناه إنها قفلت الباب وراها وهي متأكدة من ده. ويا ترى إيه السر ورا موت ابنها؟ وبيقطع تفكيرها اتصال من الدكتورة علشان تقول لها إنها لقت عنوان الطفل. ولما بتروح أنسو ما بيكونش موجود وبتاخد عنوان مكان شغله اللي بالوقت ده بيكون سنول ماشي ورا عضو البرلمان تشوي علشان يمسك عليه أي حاجة بأمر من كام، وبيلاقيه وصل على شقة مشبوهة وبيصوروا لحد ما الأمن بيبدأوا إنهم يلاحظوه وبيهرب منهم وبيروح لمكان شغله وبيفضل ينظف نفسه ويعالج جروحه. اللي بالوقت ده أنسو بتوصل عنده ولما بتشوفه بتفتكره الشاب اللي شافته عند المقابر وبيسأل عن سبب زيارتها وبتقوله إنه في ست بعتتها وبتديله الدفتر اللي بيكون فيه كل الرسائل اللي كتبتها السجينة. وأول ما بيشوف الكلام اللي بالدفتر بيفهم قصدها على مين، لكنه بيتعصب منها وبيرفض يسمع أي حاجة لأنه الست دي هي اللي دمرت له حياته وبسببها عاش وحيد بدون لا أم ولا أب. ولكن هي بتكون مصممة وبتيجي كل يوم ولكن هو بيفضل يتجاهلها. وفي يوم وهي ماشية من عنده بتلاقي سونول بينقذ طفل ولكن السلسلة بتاعته بتقع اللي بيكون فيها صورة مامته، وبيفضل يدور عليها لحد ما الشرطة بتمشيه غصب. ولكن بيتفاجئ بأنسو هي جاية تديله السلسلة وكلها طينة لأنها دورت عليها جامد لحد ما لقيتها، وبتقوله إنها حاسة بيه جدا لأنها مرت بمرحلة صعبة جدا فقدت فيها ابنها، وبتقوله انها عارفة انه صعب انه يسامح الست دي ولكن على الاقل لو يقبل اعتذارها لانها كانت ندمانة جدا من كل قلبها، وده على عكس اللي قتل ابنها علشان كده هي دهسته. وبيفضل سونول يفكر بكلامها وبتكون سايبة رقمها علشان لو حب انه ياخد الدفتر منها. وبنروح لكانج اللي بقى مدير قسم الصحافة وبيتكرم ولكن ما بيكونش مبسوط ابدا، وبيلاقي من ضمن الهدايا واحدة من كيم جون فبيرميها. ولما أنسو بترجع البيت بتلاقي كانج عند الباب وبيفضلوا يبصوا لبعض وعينيهم كلها حزن، ولكن بتكون أنسو مصممة على موقفها إنه يبعد عنها، ولكن هو كمان بيكون مصر إنه ما يسيبهاش لوحدها وبيقول لها إنه مش هيستغنى عنها أبدا. ولما هي بتشوف إصراره بترجع له وبيكون محضر تاني يوم غدا ليها مع أهله علشان العلاقات ترجع زي الأول. ومامة كانج أول ما بتشوف أنسو بتحضنها وكأنها خلاص رجعت تتقبلها، ولكن أول ما بيبقوا لوحدهم بتسمعها كلام زي السم وإنها عملت كل ده بس علشان ابنها لأنه هددها إنه هيقطع علاقته بيها لو ما عملتش أنسو كويس، وأنسو بتكون مصدومة من كلامها. وبعد كده كانج بيعرض الجواز مرة تانية على أنسو وهي بتوافق، وبنفس الوقت بنشوف شخص مجهول مجمع صور ومعلومات عن أنسو كل شخص حواليها وبياخد صور وبيحطهم بظرف وبيكتب عليه أنسو اللي بتكون بالوقت ده راجعة بيتها وبتشوف جارتهم وابنها اللي بتكون نظرات الجارة لأنسو غريبة جدا ومش مريحة وكأنها بتكرهها. وبالشغل مدير كانج بيطلب منه انه يطلع بلقاء صحفي مع مراته ولكن هو بيرفض علشان نفسيتها وعارف اللي فيها وانهم عايزين يزيدوا المشاهدات على حسابها، ولكن المدير ما بيسمعش كلامه وبيتصل بنفسه على أنسو وبيطلب منها انها تطلع مع كانج، ورغم انه ده صعب عليها ولكن بتوافق علشان كانج ما يتأذاش في شغله. وبيجي موعد المقابلة واول حاجة بتسأل عنها المذيعة هو ابنهم، فبيقول كانج انهم عمرهم ما هينسوه ولكن هيحاولوا انهم يتعايشوا مع اللي حصل وكمان هيعيشوا حياة سعيدة وناجحة علشان يكون ابنهم فخور بيهم. ووقتها بيوصل ظرف الصور من الشخص المجهول لأنسو اللي اول ما بتخلص المقابلة بتروح أنسو تقعد بالاستراحة، وبالوقت ده بيتصل سونول بيها علشان عايز الدفتر وانه خلاص فكر بكلامها ولكن ابدا مش هيسامح الست اللي كانت سبب في موت اهله، وهي بتتبسط من طلبه. ووقتها بيلفت انتباهها الظرف اللي باسمها وبتفتحه واول ما بتشوفه كأنه حد ضربها قلمين على وشها لانه بتشوف جوزها بيخونها مع جارتهم. وكمان بيظهر الشخص المجهول وبيكون ابن جيونج اللي قتلته أنسو وكأنه عايز ينتقم منها علشان قتلت باباه اللي باباه يعني قتل ابنها. فبس لحد هنا بنكون خلصنا تلخيص 3 حلقات من مسلسل وفضل تلخيص 3 حلقات تانيين، فعلشان تعرفوا ايه اللي هيحصل ما تنسوش انكم تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة.